اهلا وسهلا بكم في قناتي ابداع في الارياف. فيديو جديد وفكره جديده، الرز المعمر. هقول لكم خطوه خطوه، مفيش حاجه معانا صعبه. زي ما اتفقنا جبنا نص كيلو رز ونقعناه وهنعمله مع بعض، ومفيش حاجه صعبه معانا. جبنا نص كيلو رز منقوع بقاله ساعه الا ربع او نص ساعه، نص كيلو سكر، وربع كيلو سمنه بلدي مسيحاها، وكيلو لبن حليب. هنحط السكر على الكيلو اللبن وهندوبه كويس قوي قوي قوي، نمزجه كويس عشان ما بيبقاش فيه حصى او حاجه. يعني السكر لازم يدوب في اللبن جامد. وهنحط نص السمنه اللي واخدينها على الرز، وهنمزجها كلها مع بعضها، نقلبها كويس قوي علشان السمنه ما بتخش في الرز وبتشربه كده، بتبقى له طعم تاني. ودي التكات اللي بقول لكم عليها، هعلمها لكم، محدش هيقول لكم عليها. الرز هيطلع بيلمع وجميل، وهوريه لكم في الاخر. دوبنا السمنه هنا، بصوا دوبت السمنه خالص كلها في الرز. هنزل باللبن، كيلو لبن حليب. واللي عايز يحط لبن بقري يحط، اللي عايز يحط لبن جاموسي يحط. هو بيبقى حلو بالاتنين، يعني اللبن البقري برضو بيخليه جميل واصفر وحلو. دوبت السمنه كلها في قلب الرز وبقلب كويس، وبعدين هنزل ببقيه السمنه. بس انا هنا مسيحه نص كيلو سمنه مش ربع، فانا هحط على المقدار زي ما انا عارفه. انا هنا كمان زودت عن ربع كيلو سمنه. هو بيحب السمنه، كل ما بتحطي له سمنه بيبقى جميل. حطيته ما بقلبش في الاخر، السمنه لازم تكون على الوش. وهذا كنت حاميه الفرن ومشغلاه بقاله 5 دقايق. دخلت الصينيه زي ما انتم شايفين معايا كده، وهقفل عليه، وكل 5 دقايق هفتح. بصوا معايا هنا دخل خلاص على سوا، بس الحرف بيضه شويه هدخله تاني وهنفتح عليه مع بعض تاني. هنا كان خلص خلاص. بصوا الجمال، بصوا الحمار، ولا فوتوشوب ولا اي حاجه. ده كله طبيعي، الا الريحه فظيعه. حاجه سهله وجميله تعمليها، ما تقوليش لحد علمني او انا ما بعرفش اعمل حاجه. مفيش حاجه اسمها ما بعرفش، كل حاجه هنتعلمها مع بعض. هنا خلاص خلص اهون. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم. الا الريحه تحفه تحفه. تكتبوا لي رايكم، ما تنسوش اللايك والشير كتير، وتنسوش تدعموني.